من الشيطان الرجيم. قطرات الندى. سلوان محمود. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. عاوزة تحس بيومك ويكون كله طاقة؟ تابعي قناة بيوتنا بكل بساطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا كده مع بداية الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونلم حسنات حلوة كتير. النهاردة هقول لك طرق بسيطة كده ولطيفة تخلي بيتك دايما نظيف ودايما تحفة. مثلا عندنا بيقول لك اكنس بيتك ورش وما تعرفش مين يخش. اول حاجه تعمليها ان انت تقومي ترتبي سريرك وترتبي مكان اللي انت بتنامي فيه، لان دي من اكتر الحاجات اللي هتخليكي مكسله طول اليوم. هتخشي بقى على الغسيل. اول حاجه شغلي الغساله. سبحان الله العلم تقدم وبقت في حاجات بتساعدنا. اشغل الغساله واغسل التواليت بتاعي، اخليه نظيف مع اول اليوم كده عشان ولادي يصحوا وجوزي يصحى يلاقوا البيت نظيف وريحته حلو. احط غسيلي في الغساله وهي تغسل مع نفسها، هي بتغسل وتشطف وتعصر وفاضل لها شويه تقوم تنشر، وتقومي بقى داخله على الريسبشن مثلا تظبطي كل حاجه، تلمي اي حاجه مش في مكانها. المفروض ان انت تلمي كل حاجه اول باول علشان الحاجات ما تتراكمش عليكي. مخده وقع كده، كوبايه كده، شنطه ادويه مثلا زي بتاعه ابو سيف دي لميتها، اي حاجه مش في مكانها لميها. تمام. فتحي ستايرك، شوفي الجو الاجواء والدنيا، وبعدين ابتدي حضري لهم الفطار او الكلام ده كله. تمام. انا بفطرهم الاول الصراحه عشان اخلص من زنهم. بعد كده ممكن تعملي لك بقى كوبايه قهوه والغساله بتخلص، تشغلي غساله الاطباق. عندك مواعين من امبارح اغسليها، ما عندكيش مواعين من امبارح خلاص مفيش اي مشاكل، المطبخ نظيف، المطبخ زي الفل. اول حاجه هتعمليها ان انت مثلا هتخشي تطلعي حاجه الغداء، دي اساسيه، او تفكري انت هتعملي غدا ايه، علشان لو كده بدل ما هتعملي كوبايه قهوه تنزلي تجيبي حاجتك اللي انت عايزاها، تنزلي تجيبي طلبات البيت، فراخك بقى، خضارك، حاجتك، دنيتك. يا جماعه لو رتبتوا دنيتكم مش هتلاقي نفسك الوقت اتسرق منك ولا اليوم ضاع منك ولا بنقول واحنا قاعدين الوقت اتسحب، الوقت اتسرق مش عارفه راح فين، انا معرفش ايه اللي جرى، انا ملحقتش اعمل حاجه. طول ما ايدك في كل حاجه اعملي لنفسك قاعده كده، قاعده الدقيقه او الدقيقتين. اي حاجه ما تاخدش مني دقيقه او دقيقتين اعملها وريح نفسي. ليه؟ عشان ما راكمش فوق دماغي حاجات كتيره قوي. واعملي لك روتين صغنن بالليل كده ان انت تلفي على البيت لفه كده، مخده واقعه كده، مفرش معمول كده، حته تراب بقى امسحيها بفوطه صغننه كده. بصوا، بخاخه حطي فيها شويه ميه مع شويه بريكس مع نقطه صغننه او نقطتين معطر وبفوطه، وامشي على اي حاجه كده وانتي ماشيه امسحي، هتلاقي الدنيا معاكي نطفت. حوض المطبخ كل ما تسيبيه نظيف صدقوني وتغسلي الاطباق اول باول او الحاجه اول باول هتلاقي الدنيا زي الفل. انا بشوف بنات وانا عندي اوقات الهسس ده، البوتاجاز حتى وهو شغال وسخن حاجه وقعت عليه روح مسحها على طول. تمام. مش دايما بيبقى نظيف ومش دايما بيبقى مش نظيف. اوكي. حتى انا هنا بشرب كوبايه القهوه رحت دلقاها ومبهدله الدنيا عادي خالص، جبت الفوطه ورحت مسحاها ورحت غاسله الفوطه على السريع. حتى لو القهوه بردت سيكه صغننه مش مشكله، المهم ما سيبش الدنيا ورايا متبهدله بالشكل دوت. نمسح الدنيا دي كويس ونمسح الحاجه مكاننا اول باول، واغسلي اطباقك وكوباياتك وحاجتك اول باول. في حاجات ما بتحتاجش مننا تصبين، واللي مش عايزه تصبينيه حطيه في الغساله على طول. نبتدي بقى نطلع حاجه الغدا ونجهزها. تجهزي غداكي وتخرجيه وتطلعيه، تبقي عارفه انت هتعملي غدا ايه، علشان لو اتخدتي في اي موضوع، لو حاجه حصلت، لو اتضغطتي في اي حاجه من الحاجات اللي بتعمليها في البيت، يبقى انت عارفه انت هتعملي غدا ايه. النهارده غدايا هعمل ايه؟ هعمل محشي، بس محشي سريع سريع كده. ماشي. جبت كوسه وبتنجان، تمام، وهحشي فلفل. محشي كوسه وبتنجان وفلفل فقط لا غير. طبعا ده مش هياخد معايا وقت خالص، هي التخديعه بس اللي هتاخد وقت. طالما خلصت التخديعه المحشي يعد خلص، لاني مش هلف بقى ورق عنب ولا كرنب ولا الكلام ده كله. تمام. فطلعت حاجتي، طلعت بصل، بكتر بصل وبكتر خضره طبعا علشان اقلل كميه الرز، علشان يبقى احسن الوحشين زي ما بيقولوا. وطلعت الفلفل اللي انا هعمله وده 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 وده، وجهزت. اول حاجه هعملها ان انا همسك الخضره بتاعتي دي، هفكها وانقعها بشويه ميه وخل صغيرين علشان لو فيها اي حاجه تطلع وتخرج بره. وبسخن ميه على البوتاجاز عشان اعمل فيها اللحمه بتاعتي. تمام اهو. يبقى او من الحاجات المهمه جدا لازم تعمليها في يومك ان انت تخرجي غداكي بره، حاجه من الفريزر انت هتشتريها هتطلبيها اونلاين. جهزي نفسك، تبقي عارفه انت هتعملي غدا ايه النهارده. ده من الحاجات اللي بجد بتنجزك، بتخليكي ما تقعديش تفكري انا هعمل ايه ويفضل دماغك مشغول وفي الاخر تروحي لابسه في الحيط.
ده كان الغدا بتاعنا النهارده، وابتديت اغرف للولاد في الاطباق والكلام ده كله. تمام. كل واحد بقى حطيت له منابه وحطيت له كام صباع محشي. قررت ان انا اغير اللايف ستايل بتاعي شويه، ان كل واحد يبقى له طبق، وانا مش هطلع اطباق من المطبخ كتيره وكل واحد يغرف اللي عايزه. هحاول ان انا اقنن لهم الكميات على قد ما اقدر واظبطها لهم، بحيث ان هم ياكلوا خضار اكتر وبروتين اكتر من النشويات، وهحاول اقلل او اقنن من الرز شويه والمكرونه والكلام ده كله. لان بجد بصوا اليومين اللي فاتوا دول كانوا تعبانين وانا تعبانه، فربنا يا رب يشفي كل مريض، والواحد عنده توتر غير طبيعي كده. فادعوا لي وبجد ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي. قلت هظبط دنيتي واعمل لكل واحد طبق حلو كده واحط فيه الاكل، يبقى منه احلى ومنه يعني شياكه، والشوربه هتبقى في بوله والسلطات على جنب. تمام. المهم النهارده كانت الستاير بتاعه البلكونه اللي على شباك الريسبشن مضايقاني، فقلت لابو سيف يغيرها لي، وقعدت اركب في الكباسين بتاعتها وانا قاعده بتفرج على قناه القران الكريم اللي هي بتاعه السعوديه. يا رب يكرمنا واياكم يا رب، ونحج بيت ربنا، اللهم امين يا رب. الستاير القديمه شلت الستاير البيضه وقلت هغسلها، وفضيت فكتهم وعملتهم من اول وجديد، وبسيف بيركبهم لين ايمان كوتهم، غسلتهم كويس قوي طبقتهم وشلتهم، ايمان راحت كوياهم وبسيف بيعلقهم لين، عشان بسيف بيتعب لما بيرفع ايديه جامد، وانا بقى قطعوني حتت ما اطلعش فوق سلم زي ده. ابو سيف ركب لنا الستاير. تمام. ورجعت اللمبادير مكانه وظبط الدنيا، ودي الستاير اللي عايزه تتغسل. وكافئت ابو سيف، عملت له كوبايه قهوه عربي، وجبت له تمر وتفاح. لكم ان تتخيلوا لقيتها واقعه في الدولاب، انا كنت حاطاه في الدولاب بتاع سيف، لقيتها واقعه ورا دولاب هدومه. تمام. مسحتها وفتحتها، بس لسه ما شلتش الورقه، بس غطوطه. ابو سيف بيحب التمر ده جدا، اتبسطت اول لما لقيتها، قلت له هعمل لك شويه قهوه عربي في الدماغ. دعوتكم. عايزه اقول لكم الواحد اليومين دول بجد شويه كرب، ربنا يا رب يفك عنا وعنكم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا الهوا. تعالى تعالى. ابو سيف بيحب الستاير التقيله دي. هنا بقى مسكت الستاير، قلت بقى احطها بقى في فم على طول على السريع كده هون، واحطها في البلكونه، بحيث ان الشمس لما تطلع الصبح تديها يعني شويه تعقيم كده. عايزه اقول لكم من الحاجات الحلوه قوي عندنا في الدول العربيه ان احنا عندنا شمس كتير، مش زي الغرب. الشمس عندهم تبقى نادرا يعني لما بتطلع، فعندهم مجففات. لا، احلى حاجه عندنا ان شمسنا سخنه وحاميه، تعقم الهدوم وتعقم المفارش، كانك كويتيها، كانك اديتيها اللي هو نوع من انواع التعقيم. لا لا بجد، سيبوا الهدوم شويه في الشمس. عايزه اقول لكم ان انا لما العيال بيلموا الهدوم بدري شويه، او مثلا انا منشره الهدوم بالليل، ما ينفعش تلموها قبل الظهر، ما ينفعش. سيبوها مثلا على العصريه، عايزين تلموها بدري قوي لموها على العصريه. السخونيه بتاعت الشمس لما تطلعي تجيبي حته بلوزه ولا تجيبي فوطه وتلاقيها مولعه نار مولعه كده. شايفين درجه الحراره دي؟ ما اعتقدش ان في مكوه هتجيبها. يعني بجد درجه حراره بتبقى عاليه قوي، احنا لما بنخرج البلكونه عشان نجيب حاجه بنتلسع بنتلسع والله. المهم حطيت الغسيل في الغساله ودخلت على المواعين كده، وقلت إيه اغسلهم وارتب فيهم شويه واظبط الدنيا انا والبنات. واحده مليت الغساله بتاعت الاطباق، واحده ابتدت تغسل، واحده بتغسل البوتاجاز، ووقفنا مع بعضينا نظبط الدنيا والكلام ده كله. عندي الشفاط اللي عندي شيماء قطعت الحبل بتاعه، ولكم ان تتخيلوا المطبخ مش حر، المطبخ فرن، فرن والله العظيم فرن. ولما تشغلي البوتاجاز والفرن مثلا مع بعض، يا نهار ابيض، بحس ان انا ربنا يجرنا من جهنم يا رب، ربنا يجرنا من جهنم بجد. بتحس ان انت قاعده في جهنم. انا حاطه مروحه في المطبخ، بس عارفين اللي هو ايه، المروحه فوق فبتجيب الهواء السخن اللي بيطلع فوق كله تحت عليكي، فبتصهدك اكتر، فبقفلها. فالشفاط باظ، قطعت الحبل، ما بقاش الشباك اللي ورا بتاع الشفاط بيفتح. فابو سيف عمل له حاجه كده بس ما بيفتحش كويس، برضو في حاجه غلط. فعايزه اقول لكم اليوم ده كان نار بامانه. يعني هو الجو حر، ربنا يجرنا يا رب من نار جهنم يا رب العالمين، اللهم امين. المهم يا بطه، روقي بيتك ورتبيه وخلي بالك من نفسك، وبجد بجد لما هتلمي الحاجه اول باول وتمسحي ترابك اول باول هتلاقي الدنيا حلوه. فين زمان لما كنا نصحى كده هو امهاتنا يصحوا يلاقونا احنا كنسين الشقه ومروقين البيت ومظبطينه، فاهمين؟ يعني انا كنت اصحى
مثلا اختي تمسك الدور اللي فوق، انا امسك الدور اللي تحت. انا كنت بحب قوي روق السطوح جدا، يا نهار ابيض. كنت احب الصبح بدري اطلع روق السطوح وانضفه كويس قوي واكنسه لو فيه تراب ولا لب ولا قشر لب ولا سداني ولا حاجات من يوم مثلا السهره بتاعت امبارح، وارش السقف. ارش السقف عشان يدي طراوه على الشقه تحت، علشان البيت يبقى طراوه، فاهمين؟ عشان الشمس هتيجي تهبط في السقف. فبجد انا كنت بحب السطوح جدا. كنا نروق كده ونكنس سلمنا ونروق بيتنا وقدام الباب. انا كنت برضه احب اروق الشارع. كنت ممكن اكنس قدام الباب بتاعنا قدام العماره كده واظبط الدنيا هو كان بيتنا، عمارتنا احنا، مش بتاعت حد غريب يعني، احنا اللي ساكنين فيها، محدش ساكن معانا. فكنت احب وارش بقى بالخرطوم وهيصه، وكانت ايام، ايام ما الدنيا عليت والبيوت عليت والبيوت بقت ابراج بال 13 وال 14 دور ايام الخير وايام العز والرزق والبركه والكلام ده كله. حتى المناطق الهاي كلاس دلوقتي ما كانتش كده، زمان كانت برضو لذيذه ولطيفه والناس اللي كان يعني نرش الحوش ونرش الجنينه ونرش الشارع ونرش الدنيا، فاهمين؟ اللي هو الدنيا كانت بتبقى جميله. فكنا نصحى من الصبح، من اهم الحاجات اللي نعملها لازم نروق بيتنا، عشان لو حد دخل علينا. دلوقتي واحده تصحى وتقعد قدام التلفزيون، تقعد قدام الموبايل. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا على الوقت اللي احنا بنضيعه، ضيعناه في ايه؟ هل ضيعناه في حاجه كويسه ومفيده، ولا هل ضيعناه بقى في السوشيال ميديا والنت والحاجات دي؟ يعني انا خلاص اعتقدت خلاص وامنت ان السوشيال ميديا والنت والتليفون والموبايل والتلفزيون هم دول يمكن المسيح الدجال، اللي هم بيفتنوا الناس وبيبعدوهم عن دينهم. ممكن الواحده الظهر يأذن وهي لسه قاعده على الموبايل ما بتعملش حاجه، والعصر يدن عليها وهي قاعده نفس القعده على الموبايل. تمام، قلتها لكم قبل كده مليون مره، لو انا هعطلكم عن صلاتكم ودينكم وعن ربنا سبحانه وتعالى، لا ما تتفرجيش عليا. تمام. قبل ما تتفرجي عليا اسالي نفسك، هل انا صليت النهارده صلواتي الخمسه كلها؟ هل انا صليت النوافل؟ هل انا السنه ولا ايه؟ هل انا صليت السنه؟ هل انا صليت لربنا سبحانه وتعالى؟ هنا البنات كانوا كل ما يلاقوا حاجه يجيبوها لي وبغسلها. الصواني دي حلوه قوي، بس ما بتدخلش غساله الاطباق. هي ستانلس تدخل، بس هي كبيره عاليه، عاليه قوي يعني اسمها ايه دي، الرشاش هيخبط فيها. تمام. مسكت الحوض بقى بغسلته برضو وخليت الحوض زي الفل، ومسحت المطبخ والحوض بقى نظيف. فاكرين الحوض نظيف؟ عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه بتبسطني لما بكلم بنوته مثلا ولا بتبعت لي تقول لي يعني انت قدوه ليا، بجد ببقى انا فخوره بنفسي وفخوره بيكم. انا اتعلمت منك حاجات كتير. انا كفايه ان انا اتعلمت منك الرضا، انا اتعلمت منك ازاي احب بيتي وازاي اروق. يعني ليا صديقه والله بجد بتكلمني بتقول لي يا اسماء، انا كنت الاول بحب البهرجه جامد جدا، بحب اشتري وبحب اجدد. وعفش بيتي ده عفش بيتها، مش ديكورات ولا مفروشات، لا عفش بيتها، الانتريه والصالون والسفره. تقولي كل سنه لازم يتغير، لو عدت عليه السنه خلاص لا ده انا كده قديم، لا ده وحش، لا مش عارف ايه. بتقولي اتعلمت منك ان انا ازاي ارضى باللي عندي، ازاي اقول الحمد لله، ازاي اقول لا في ناس اولى، اعمل خير اكتر. بدل ما انا برمي العفش القديم للناس، لا انا اشوف عروسه جديده واديها، اجيب لها عفش، اشوف كذا، اشوف ام ايتام، اشوف حد محتاج، اشوف اب عائل لاسره محتاج سرير، محتاج حاجه كده. قلت لها بجد والله؟ قالت لي والله يا اسماء اللي بقوله لك ده حقيقي. انا كنت بحب اجدد على طول اول باول، وفلوسي كانت ضايعه على الحاجات دي، وانادي اللي بتاع الربابيكي ياخد الحاجه خد وامشي، فاهمين؟ فعارفين يعني ايه ان انا اغير فيها، وان هي توريني حاجات هي عملتها بايديها. انا مبسوطه لها وفخوره بيها وفخوره بنفسي، ومبسوطه قوي لما حد يجي يقول لي انت قدوه حسنه لينا. هو ده اللي انا كنت محتاجاه، وهو ده كان سبب فتح القناه. فبجد ما نحرمش منكم ولا من ذوقكم.
احنا بنسعى وربنا سبحانه وتعالى بيسعى معانا، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. وربنا يا رب يوقف لنا ويوقف لكم ولاد الحلال، ويدعوا لإيمان بنتي ربنا يكرمها بمجموعة حلوة كده، لأن أنا قاعدة متوترة على الآخر على الآخر. أشوفكم على خير.